مفيش فايدة في القروض. مجلس النواب وافق على طلب رئيس الجمهورية بقرض 2 مليار دولار قروض من عدة بنوك للدولة المصرية. نفس النهج، هو دولة عندها نهم للديون والقروض. مفيش فايدة، هنفضل في دايرة القروض دي، مش هتخلص. مش هاممهم لا مستقبل ولا وضع حالي كارثي احنا فيه ولا الكلام ده كله. حل مشاكلك، خد قروض. افضل خد قروض، افضل خد قروض وسدد بيها قروض، وبعدين ما تعرفش تسد فتاخد قروض، وتفضل دايما في حلقة القروض وتضخم اسعار، واطبع جنيه واطبع عمله من غير غطا ذهبي او انتاج ولا غير اي حاجه. مش مشكله، دمر المستقبل زي ما دمرت الحاضر، وخلينا في دايره مقفوله. بس اوعى تتكلم، عشان انت عندك دوله لازم تحافظ عليها، وان احنا في النهايه احسن من سوريا، واحسن من العراق، واحسن من ليبيا، واحسن من السودان. ما هو البديل كده. لو اعترضت واتكلمت، البديل انك تبقى زي دول. فاسكت، اسكت بقى، ما تتكلمش، وسيبهم بقى يخربوها بطريقتهم هم بمعرفتهم، ومحدش يتدخل في اللي هم بيعملوه. بس تشيل نتائج افعالهم السوداء في الاقتصاد المصري.